نفى متحدث باسم نادي برشلونة لصحيفة ماركا اتصال مسؤولي البارسا بالفرنسي أنطوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد بعدما كشفت تقارير صحفية عزم أتلتيكو تقديم شكوى لدى الفيفا ضد النادي الكتالوني. برشلونة نفى لماركا ارتكابه أي مخالفة بخصوص غريزمان، وأكد متحدث باسم النادي أن برشلونة لم يتفاوض مع أي لاعب، يأتي ذلك بعد تصريحات مثيرة للجدل لغييرمو أمور مدير العلاقات المؤسسية لبرشلونة ألمح خلالها الاتصالات مع محيط غريزمان. وكانت تقارير صحفية مدريدية ذكرت أن أتلتيكو مستاء من اتصالات مسؤولي برشلونة بغريزمان الذي مدد عقده الصيف الماضي حتى 2022. ويستند أتلتيكو مدريد في شكوى إلى أن برشلونة الذي يتصدر الدوري يريد زعزعة استقرار أتلتيكو صاحب المركز الثاني.